بتنتشر فيه اللغه العربيه في شمال قاره افريقيا، او ممكن يجي يقول لك تركات في الامتحان: ما هي اللغه التي تنتشر على سواحل البحر المتوسط؟ وانت مغمض يبقى هتكون هي اللغه العربيه. ليه يا استاذ؟ عشان تنتشر في شمال القاره، واحنا عارفين بيحد افريقيا من الشمال هو البحر المتوسط، يبقى اللغه المنتشره لا هي اللغه العربيه. طب اشمعنى يا استاذ هي قدام دي؟ عشان سببين اتنين: عشان دخل فيها الاسلام، انتشار الاسلام، وشمال افريقيا كانت هم دوله او اكتر ناس متعاملين مع القبائل العربيه. يبقى اللغه العربيه دخلت عندها عشان سببين اتنين: انتشار الاسلام وهجره القبائل العربيه الى شمال قاره افريقيا. تاني لغه عندي هي اللغه السواحليه اللي بتنتشر في شرق قاره افريقيا. الشرق هنا ممكن يجي يقول لك بتنتشر على سواحل البحر الاحمر او المحيط الهندي. يبقى انا هنا على سواحل البحر المتوسط توجد اللغه العربيه، على سواحل البحر الاحمر والمحيط الهندي توجد اللغه السواحليه. ثالث لغه عندي هي الهوسا والمندي، تنتشر في غرب القاره الافريقيه، يبقى ده المحيط الاطلنطي. يبقى انا هنا يا استاذ فهمت حاجات مهمه كتير. اللي انا عندي في اللغه العربيه بتاعتي تنتشر شمال قاره افريقيا، فين؟ على سواحل البحر المتوسط، السواحليه في شرق قاره افريقيا على المحيط الهندي والبحر الاحمر، والهوسا والمندي في الغرب على سواحل المحيط الاطلنطي. ده بالانجليزيه تنتشر في الجنوب وبعض الدول، يعني في جنوب افريقيا. ليه؟ بسبب الاستعمار البريطاني. خامس لغه عندي هي اللغه الفرنسيه، تنتشر في الغرب مع لغه الهوسا ووسط قاره افريقيا. انا عندي على الرغم من قاره افريقيا تمتلك تركيب لغوي كتير، اهم خمس لغات عندي اللغه العربيه والسواحليه والهوسا والانجليزيه والفرنسيه.